فيلمنا بيبدأ مع واحد قاعد في الحانة واسمه لوك، وبنشوفه بيتفق مع أصحابه هيتش وروبرت وفيل وتوم على رحلة تخييم في الغابات، وكل واحد بيقترح بلد مختلفة. وبيكون رأي روبرت إنهم يقضوا رحلة التخييم في غابات جنوب السويد. وأثناء ما كانوا بيتفقوا على رحلة التخييم بيسيبهم لوك عشان يدخل السوبر ماركت، وبيتطوع روبرت وبيروح وبيدخل معاه. ولما بيدخلوا السوبر ماركت بيلاحظوا إن عمال السوبر ماركت مضروبين وحالتهم صعبة، وبيتحرك لوك بعيد عن روبرت عشان يستكشف المكان. وفي الوقت ده بيقتحم المكان مجموعة اللصوص اللي ضربوا عمال السوبر ماركت، وهنا بيداري لوك عن نظرهم وفي ايده ازازة مية بيفكر يهجم بيها عليهم. وبيبدأوا اللصوص يفتشوا روبرت وبيديهم كل حاجة معاه، ولما بيطلبوه انه يخلع الخاتم بتاع جوازه بيرفض يسمع كلامهم، فبيضربوا واحد منهم بمضرب البيسبول قدام عينين لوك، اللي الخوف بيمنعه انه يتحرك من مكانه عشان ينقذ صديقه اللي بيشوفه بيموت قدام عينيه. وينتهي المشهد على كده. وبعد مرور 6 أشهر على الحادث بنروح مع لوك اللي قرر انه ينفذ آخر طلب لروبرت، وهو انهم يقضوا رحلة التخييم في جنوب السويد. وبيقول لهم لوك اننا قربنا على المكان اللي اقترحوا عليهم روبرت، وبعد شوية بيشربوا نخب روبرت مع بعض وبيكملوا طريقهم. ولكن فجأة مرة واحدة توم رقله بتتعفر وبيقع عليها ومش بيقدر يكمل مشي، وساعتها بيقترح لوك اننا بدل ما نلف حوالين الغابة وده هياخد مننا وقت اكتر ممكن نمر جوه الغابة، وده هيقلل الوقت اللي كنا هنمشيه للنص. وبيتحركوا على الغابة وبعدها بيقابلوا في طريقهم عربية مركونة ومهجورة، وبيستغرب لوك من وجودها كل الوقت ده هنا. وبالرغم من انه ده بينبئ بشيء سيء الا انهم بيكملوا في طريقهم وبيدخلوا الغابة. وبمجرد ما بيدخلوا الاول الغابة بيلاحظ هيتش ان البوصلة بتاعته بتقف عن الحركة لكنه مش بيهتم، وبيكملوا في طريقهم. واثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض عن امنيات كل واحد فيهم فجأة بيلاقوا قدامهم دب مقتول ومدبوح ومتعلق على الشجرة. وبيلاحظ الكل من شكل الدم بتاع الدب انه لسه مقتول حالا. وبيقول فيل ان اللي عمل كده لو حد من الصيادين فده معناه انه ما بعدش عن هنا، ولو دورنا كويس ولقيناه هيقدر ينقذ توم. وبعد شوية الدنيا بتليل والمطر بيزيد، وفجأة بيشوف لوك على الشجرة رمز شكله غريب، وبيخمن فيل إن ممكن يكون دي عبارة عن إشارات وضعها شخص ما عشان يحدد بيه طريق خروجه أو دخوله للغابة عشان ما يضلش طريقه. ولكن بعد شوية بيلاقي هيتش بيت شكله قديم جدا، وبيقترح عليهم إنهم لازم يقضوا الليل فيه لحد الصبح. وقبل ما يدخل لوك بيسمع صوت جاي من الغابة، ولما لوك بيسأل توم عن الصوت اللي سمعه بيرد عليه توم وبيقول له إنه ما سمعش حاجة. وبعدها بيلاحظوا وجود نفس العلامات اللي شافوها على الشجر من شوية موجودة داخل البيت، وبيكون رأي هيتش إن المكان ده خاص بالصيادين. وفي الوقت ده بيراقب لوك المكان من بره لأنه متأكد إنه سمع صوت حد بره قبل ما يدخل البيت. وبنشوف توم بيطلب من فيل إنه يطلع الدور اللي فوق ويشوف أي حاجة نقدر نولع بيها نار. ولما بيطلع فيل لفوق وبيفتح باب الأوضة بيشوف شيء غريب وبيخليه ينده على باقي أصدقائه على طول. ولما بيحضروا أصدقائه بيشوفوا شيء في شكل إنسان محنط بس من غير راس، وساعتها بيقول فيل إن ممكن يكون ده سحر معمول لشخص ما. وبيقرر الكل إنه ينزل تحت ويبعد عن الدور اللي فوق. وبيقول لهم فيل إن ممكن يكون ده نوع من أنواع القربان بيقدموه للآلهة عشان يتقوي شرهم، وبيتفقوا على إنهم لازم يحرقوا المكان الصبح قبل ما يتحركوا. وبينام الفريق كله، وبعد شوية بيصحى لوك على ضوء شديد جاي من بره البيت. ولما بيقوم وبيقرب من الضوء فجأة بيلاقي نفسه داخل السوبر ماركت وفي إيده نفس إزازة المية وقدامه صديق روبرت. وبعدها بيختفي السوبر ماركت وبيلاقي نفسه بره البيت وجسمه كله دم وكأنه دخل في كومة من الأسلاك الشائكة. وبيسمع بعدها صوت هيتش بيصرخ جوه البيت، فبيدخل يصحيه ويصحي توم، ولكن مش بيلاقي فيل. وبيسمع صوته جاي من فوق فبيجري عليه بيلاقيه قالع كل هدومه وواخد وضع السجود قدام الشيء المحنط، ولكن بيفوقه لوك وبيستغرب فيل إزاي وصل لهنا. وبعدها بيخرج كل الفريق من البيت، ولكنهم بيلاقوا بره إن العلامات زادت على الشجر. فبيقول لهم توم إن ده تحذيرات ليهم ولازم يمشوا من الناحية التانية. وبيحاول هيتش يفهم من فيل إزاي قدر يطلع الدور اللي فوق ويعمل اللي عمله، ولكنه بيأكد له إنه هو نفسه ما يعرفش ده حصل إزاي. وبعد شوية بيقترح لوك إنه يطلع فوق التلة ويستكشف المكان. ولما بيوصل لوك لآخر التلة بيلاقيها كلها أشجار ومش بيلاقي آخر للأشجار، فبيغضب وبيتعصب وبيتحركوا في الغابة. وبعد شوية بيلاقوا أثر لخيمة كانت منصوبة هنا، ولما بيفتشوها بيلاقوها إنها تخص واحدة اسمها آنا إريكسون، وده كان سنة 1984. وبيطمنهم هاتش وبيقول لهم إن مصيرنا مش هيكون أبدا زي آنا لأن أسامينا متسجلة في الفندق اللي كنا فيه في أول البلدة، ولما هيعرفوا بغيابنا هيقدروا يوصلوا الغابة وينقذونا. وبالليل بنشوف هاتش بيقول للوك إن رجل توم بتسوق وإن فيل مش في أحسن حالاته، وبيطلب منه إنه يسيبهم ويتجه جنوبا ويطلب المساعدة ويرجع وهو هيفضل معاهم هنا يساعدهم. وبالليل وأثناء ما
الفريق بينام، اللوك اللي بيجهز نفسه عشان يتحرك بيسمع صوت استغاثة جه من بره الخيمة بتاعته، وبيخرج بسرعة عشان يطمن على أصدقائه، ولكن بيلاقي إن هاتش مش موجود في خيمته، وبيتهيأ له إنه لسه في السوبر ماركت، وبيشوف اللصوص وهم بيضربوا روبرت، وفجأة واحد فيهم بيبصله، فبيرجع لوك تاني لخيمته مرعوب، وبنشوف شيء بيمر من جنبه، وبعدها بيخرج تاني على صوت فيل بيصرخ، وبيقول لهم إنه في شيء أخد هاتش وهرب، ولما بيتحركوا عشان يدوروا عليه ومش بيلاقوا ليه أي أثر، وتاني يوم وهم بيدوروا عليه بيشوف لوك شيء بيخليه يتسمر مكانه، وكذلك فيل وتوم، وفجأة بيلاقوا جثة هاتش متعلقة بين الأشجار، وحالته بتكون صعبة جدا، وبيترعب الكل من المنظر، وبعدها بيفكروا إنهم يغطوه بورق الشجر، ولما يلاقوا طريق الخروج من الغابة هيرجعوا تاني ياخدوه، وبعد شوية بيلاقوا أثر أقدام تخص مجموعة من البشر، ولكن لوك مش بيهتم، وبيقترح إنهم يكملوا في طريقهم اللي وصفوا ليه هاتش، وبعد شوية بنشوف الشيء اللي قتل هاتش بيراقب تحركاتهم من بعيد، وبعد شوية بيتعب فيل وتوم من المشي، وبيشوف لوك نهاية الطريق من بعيد، فبيسيبهم وبيتحرك عشان يتأكد، وبيشوف إن طريق الأشجار انتهى، وإن بداية البلدة التانية قربت، فبيرجع لأصحابه يبلغهم، وفجأة بيشوف فيل واقف بيتكلم، وفجأة بينقض عليه شيء في الضلمة، وبياخدوه لبعيد، وبيستخبى لوك بين الشجر من الخوف، وفجأة بيلاقي نفسه في نفس الكابوس بتاع السوبر ماركت، ومعاه روبرت، وبيقول له لا يمكنك الهرب يا لوك، وبيتحرك تاني، وفجأة بيلاقي قدامه أصحابه التلاتة اللي ماتوا، وبعدها بيرجع للواقع تاني، وبيفضل يدور على توم، وبيلاقيه مستخبي بين الشجر، وبيبلغ لوك إنه شاف الشيء اللي أخد فيل، وبعدها بيعرفوا لوك إنه مش هيسيبه لوحده هنا، وبعدها بيتحرك الاتنين، ولكن بيسمعوا صوت الشيء ده بيقرب منهم، وفجأة بيطاردهم، لكننا ما نعرفش شكله إيه، وبيوصلوا أخيرا لبيت قريب منهم، وبيحاول لوك إنه يلحق يدخل قبل الشيء ده ما يتمكن منهم، وأول ما بيدخلوا فجأة بيشوفوا شخص من ظهره، وبعدها بيغمى عليهم، وبيفوقوا تاني يوم الصبح عشان يلاقوا نفسهم مربوطين، وناس تصرفاتها غريبة موجودين بره، وبيحاول لوك إنه يكسر الأزايز ويفك بيها نفسه، ولكن بتدخل عليهم ست كبيرة ومعاها 2 تاني، وبتشوف الجرح بتاع لوك، فبتقرر تديه مية يشرب، ولما بتيجي عند توم بتأمر الاتنين التانيين إنهم ياخدوه لبره، وبعدها بيسمع لوك صوت صريخ صديقه بره، وبتدخل بنت على لوك وبتقول له إن الموضوع هينتهي قريب بمجرد ما يقدموا له القربان عشان يرضى عنهم، وبعدها بيدخلوا عليه 2 وبيرجعوا توم تاني، وبيبلغ توم لوك إنه كده هيموت، بس بيطلب منه إنه لازم يحرق المكان ده ويخرج يبلغ زوجته رسالة إنه حاول إنه يرجع لها، ولكن لوك بيقطعه وبيقول له هخليك تقول لها الكلام ده بنفسك، وبعد شوية بياخد توم تاني وبيربطوه في الشجرة وبيقدمه كقربان للشيء ده، وبيحاول لوك إنه يحرر نفسه وينقذ توم، وبيضطر إنه يكسر صبعه عشان يتحرر من الحبال، وبنشوف الشيء ده بيخرج من الغابة، وبيشوفوا توم في شكل زوجته، ولكن بعدها بيطلع وحش شكله مرعب، وبياخد توم داخل الغابة وبيعلقه في أعلى الشجرة بعد ما بيقتله، وبيتصدم لوك لأنه الوقت ما أسعفوش إنه ينقذه، وبعد شوية بتدخل عليه نفس البنت وبتقول له إن ده يبقى الإله، ولازم نقدم له القربان، ولازم نركع له عشان يسيبنا على قيد الحياة، وبالليل بيقرر لوك إنه يهرب من المكان، وبيخرج بره الأوضة، وبيسمع صوت جه من أوضة تانية، ولما بيدخل عليهم بيلاقي أشياء شكلها غريب وبتصرخ، وبيشوف على جسمهم العلامات اللي كان بيشوفها على الأشجار، فبياخد شعلة من النار وبيولع فيهم كلهم، وبيولع بيهم البيت، وده بيغضب الناس والوحش كمان، وبياخد سلاح كان موجود في الأوضة، وبيبدأ يقتل في أهل القرية، وفجأة بيقع قدام لوك البنت اللي كانت قابلته في الأوضة، وعينيها مش موجودة مكانها، وبيظهر الوحش بعدها قدام لوك، وبيخرج لوك من الناحية التانية، ولكن بيلاقي الوحش قدر ينقذ واحد من المخلوقات الغريبة اللي ولع فيها لوك، ولكنه بيضربه بالنار وبيموته، وبيغضب الوحش وبيطارد لوك اللي بيجري جوه الغابة، وبعدها لوك بيرجع تاني بيتهيأ له إنه داخل السوبر ماركت، وفجأة بيضربوا المخلوق وبيحدفه لبعيد، وبعدها بيدوس على وشه في الأرض، وبيسيبه يقوم تاني، وبيخرج لوك سكينة من معاه وبيضرب المخلوق بيه، وبيهرب من المكان وبيطارده المخلوق، وفجأة بيلاقي نفسه خرج بره الغابة، وساعتها المخلوق ما بيقدرش يخرج بره حدود الغابة، وبينتهي الفيلم على كده. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وتشترك في القناة. سلام.